المشهد الثاني في المباراة هو كان مشكلة بناء الهجمة. مشكلة بناء الهجمة وده كان السبب فيها 4 لاعبين: حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي. حسام وياسر إبراهيم عندهم الكرة قليلة شوية، إن أنا أطلع بالكورة وأنقل ده، فكان لازم يكون في دور لمركزي الوسط اللي هو رقم 6 حمدي فتحي ومروان عطية. لازم مروان يبقى راس مثلث مع حسام، مروان وحمدي فتحي لازم يكونوا راس مثلث مع حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم في بناء الهجمه. هنقول حسام وياسر، او هنقول حسام ومحمد حمدي لو هنطلع من على الطرف، او نقول الناحيه الثانيه هاني وحسام، او هاني وياسر. المفروض حمدي فتحي ومروان عطيه يكون راس مثلث. وده عشان يتم بشكل كويس اعتقد الفتره الجايه لازم كابتن حسام يعمل مجموعات في التمرين للاربع لعيبه دول، ازاي اطلع بالكوره من تحت عشان اقدر اوصل الكوره بشكل كويس للمهاجمين. عايز اسهل الدنيا على رباعي الهجوم مرموش وتريزيجيه وصلاح، ومن وراهم امام عاشور. لما طلع امام عاشور بنتكلم على مصطفى محمد مكان امام عاشور. الكلام ده كله مش هيتم غير ان الاربع لعيبه دول يقدروا يطلعوني بالكوره عشان احرر ظهيراي الجنب هاني وحمدي واعمل كثافه هجوميه، وبالتالي هلاقي مروان وفتحي داخلين واخدين الفرقه ورايحين بيها على اخر ثلث دفاعي لفريق زيمبابوي. يبقى انا كده بالنسبه لي طرفين الجنب مطلعهم هاني ومحمد حمدي، مروان وحمدي فتحي ضاغطين، رباعي الهجومي على حدود منطقه الجزاء. لا، انا بالشكل ده انا جايب 8 لعيبه عامل كثافه هجوميه على الخصم. لما اعمل كثافه هجوميه على الخصم ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا عرفت اطلع بالهجمه كويس. تطلع بهجمه كويس يعني ايه؟ يعني بتخرج لعيبه من زيمبابوي بره اللعب تماما. انا استخدمت الرباعي اللي ورا دول، الاثنين المدافعين والاثنين اللي في مركز 6، وحركت بيهم اللعب وطلعت بالاربعه دول، طلعت بالاثنين بتوع مركز 6 مع طرفي الجنب، واوجدت 8 لعيبه في اخر ثلث دفاعي الفريق زيمبابوي اللي هيمثل ضغط عليهم ويولد اخطاء، ومن الاخطاء بتيجي الاجوال. يبقى بالنسبه لنا الفرص اللي راحت منتخب مصر دي كانت ضعيفه شويتين، او الفينش بتاعها كان ضعيف شويتين. ليه؟ لان ما كانش عندي الكثافه اللي تحلحل شويه خط الدفاع. كانت كور وكلها من زحمه وبحاول اخترق من النص، مع ان انا لو كنت طلعت بالثمانيه ده فتحت الاجناب بشكل كويس وعرفت العب على فريق زيمبابوي، وكانت هتبقى في فرص اسهل من كده تقدر اللعيبه بتاعتنا تسجل منها اهداف. فكانت تاني مشكله موجوده هي مشكله بناء الهجمه، والسبب فيها كان الاثنين مدافعين حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم، ومعاهم الاثنين بتوع وسط الملعب اللي في مركز 6 مروان عطيه وحمدي فتحي. يا ريت كابتن حسام يشتغل على الموضوع دوت، شويه مجموعات لعب كده في التمارين ازاي نتحرك من تحت الضغط دوت، وبلاش الكور الطويله اللي مش بتاعتنا. ده كان المشهد الثاني في المباراه، واللي اثر على نتيجه المباراه واخر الفوز شويتين ثلاثه لغايه نهايه المباراه.